في الفيديو ده هشرح لكم ازاي تاخد عرض اي باقة انترنت منزلي ADSL بنص الثمن. خليكم معايا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة ابو اليسر تك. طبعا كلنا في مصر بنعاني من انتهاء باقة الانترنت المنزلي في نص الشهر، وده بسبب صغر حجم باقة الانترنت، وبنضطر طبعا نجددها تاني، وفي ناس بتجددها اكتر من مرة. بالرغم من ان معظم دول العالم بتاخد انترنت غير محدود او بتبقى عندهم باقة كبيرة 1 تيرا، فمستحيل تخلص قبل انتهاء الشهر. انا هشرح لكم طريقة الحصول على عرض باقة انترنت بنص الثمن بالخطوات التالية. اول خطوة، هتروح فرع وي. مش هينفع طبعا تكلم خدمة العملاء في التليفون علشان تعمل الموضوع ده، وتقول لهم انك عاوز تعمل طلب الغاء خدمة الانترنت المنزلي، واكتب في الطلب المشاكل اللي بتواجهها وان الباقة مش بتكمل معاك الشهر. وما تنساش طبعا تكتب رقم موبايلك ويكون طبعا شغال ومتاح معاك علشان هيتصلوا بيك على الرقم ده. في ملحوظة، اتأكد انك مش بتدفع القسط بتاع الراوتر، لانهم هيخلوك تدفع ثمن الراوتر بالكامل. الافضل طبعا لو هتاخد منهم راوتر انك تشتريه كاش، لان التقسيط ده خدعه كبيره، والموضوع طبعا بيبقى ايجار وهتفضل تدفع فيه على طول. الخطوه الثانيه، هتستنى قسم الالغاء من وي يتصل بيك. هم مش هيطولوا، هتلاقيهم بيكلموك تاني يوم وهيقدموا لك عرض، وطبعا لازم توضح لهم ان الباقه مش بتكفيك وان في شركات تانية مقدمه لك عرض افضل، زي مثلا ضعف الباقه زائد خصم 50% مع بعض، وهتلاقيهم بيعرضوا عليه خصم 50% لمدة 8 شهور. طبعا اختار الباقة اللي تعجبك. انا عملت باقة 250 جيجا ب 205 بدل 410، وده لمدة 8 شهور. ولو العرض بتاعهم ما عجبكش، هتلاقي كذا شركة بتتصل بيك زي اتصالات وفودافون، بيكلموك اكتر من مرة وبيعرضوا عليك انك تشترك معاهم وبيدوك عروض كويسة. طبعا ممكن تشترك مع اي شركة فيهم براحتك. في ملحوظة كمان، بالنسبه للراوتر هتقولي مش هيشتغل معاك مع كذا شركه، والحل طبعا للموضوع ده انك تنزل سوفت وير للراوتر يخليه مفتوح ويقدر يشتغل على اي شركه براحتك. او ممكن تريح نفسك وتشتري راوتر مفتوح زي تي بي لينك او دي لينك وتغير الشركه براحتك. وطبعا كل شركه هتحاول تلغي معاها هتديك عرض علشان ما تسيبهاش وتكمل معاهم. طبعا انا عملت الخطوات دي كلها وهوريكم من تطبيق ماي وي. زي ما انتم شايفين الباقه 250 جيجا. لو رحنا على مانج بلان هنشوف هنا السعر بتاعها 360. طبعا بعد الضريبة ال 14% هتبقى ب 410. وهوريكم انا دفعت قد ايه من تطبيق الرسائل هنا. ودي الرسالة بتاعت شحن الانترنت الارضي. انا شحنت ب 207، والرسالة اللي بعديها على طول ان تم تجديد الباقة بال 207 دي. لكن الرسالة اللي من تحت خالص دي بتاعت التليفون الارضي، انا شحنت التليفون الارضي برضه في نفس اليوم. وبس كده. في نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي أنا قلتها. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تشجعني إن نعمل فيديوهات تاني إن شاء الله، وما تنساش تدوس على زر سبسكرايب أو اشتراك علشان يوصلك إشعار بأي فيديو بنزله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.